كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. انا بدأت اشغل بقى رؤية رمضان لان بجد بحب اسمعها قوي، بتديني احساس جميل جدا. احساس كده ان انت قاعدة مستنية ان هو يقول ان رمضان بكرة، فبيخليكي احساس حلو قوي بجد يعني. المهم تنتني مستنية الشيخ عشان يقول ان رمضان بكرة، بس قال ان هو رمضان ان شاء الله يوم الخميس. كل سنة وانتم طيبين. بدأت بقى ان انا افكر ازاي ان انا بسرعة كده ابدأ اجهز اعلق الزينة في البيت، وكمان ازاي امسك التلاجة بتاعتي ابدا انضفها، وازاي ارتبها، وكمان وارص الحاجه فيها بنظام. عشان طبعا لما بتبقي رصه التلاجة كده في بيديكي احساس حلو قوي باجواء رمضانيه جميله جدا. فبدات بقى كده ان انا افكر ان انا ازاي اعلق الزينه، وازاي ابدا كمان ان انا ارص التلاجة. فقررت ان انا النهارده اعمل لكم فيديو وانا برص التلاجة، وكمان وانا بعلق الزينه. كل سنه وانتم طيبين. كملوا. اول حاجه بدات بيها مسكت التلاجة بتاعتي، فتحتها وفضيتها من كل حاجه فيها، ومسكتها مسحتها المسحه التمام. وبدات ان انا اجيب المفارش بتاعه رمضان وابدا ارصها رصه جميله زي ما انتم شايفين كده. وابدا بقى اجيب الحاجه بتاعتي ارصها. جبت جبنه ولانشون وجبنه فلامنك وجبنه براميلي، تشكيله كبيره من الجبن، وكمان جبنه كيري، وكمان جبنه ابو الولد، وكمان جبت جبنه عبورلاند. المهم خدت الجزء دوت خليته مخصص للجبن وكمان صوص الجبنه. وبعد كده جبت الزبادي، بدات ان انا ارصه جنب الجبنه، يبقى الرف الاولاني هيبقى متخصص للزبادي والجبنه. وكمان كنت جايبه كريم كراميل كمان حطيته معاهم. زي ما انتم شايفين كده. لو الرصه عجبتكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. كده انا خلصت الرف الاولاني، هاجي للرف التاني. جبت برضو زبادي، وكان جايبه بلح بالشوكولاته، وكمان كنت جايبه لبن. بدات ان انا ارصه كده، وكمان كنت جايبه زبادو. وده كده كان الرفين اللي انا رصيتهم. تعالوا نروح بقى للبيبس اللي انا جايباه. هنبدأ نرصه في الباب بتاع التلاجة زي ما انتم شايفين كده. وكمان كان معايا كيسين صلصة حطيتهم في باب التلاجة ومربى. بعد كده بقى هاجي الدرج بتاع التلاجة. طبعا عندي فيه القراصية والمشمشية والزبيب وجوز الهند. بدأت ان انا ارصهم في درج التلاجة زي ما انتم شايفين كده. ودي المكسرات بقى سواء كان سوداني وزبيب، الحاجات اللي هي بتاعت الحشو الحلويات. بدأت كمان ان انا ارصها وقمر الدين. وده كان منظر التلاجة بعد ما انا رصيتها. ابدأ بقى احط بقى البيض كمان. كان فاضل عندي واحد من المفارش بتاع زينة رمضان، مسكته قصيته وبدأت احطه في الباب زي ما انتم شايفين كده. وبدأت ان انا ارص البيض كده. ده منظر التلاجة في الاخر. وبدأت بقى ان انا خلاص خلصتها. بدأت ان انا احط بقى عليها على التلاجة من بره. ابدأ احط الرسومات اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده دخلت بقى على زينة رمضان. بدأت ان انا اعلقها زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم فيها؟ لو الفيديو بقى عجبكم يا ريت ما تبخلوش عليا في لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ولو رصة التلاجة عجبتك يا ريت تكتبي لي في الكومنتات رأيك فيها ايه.